نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أن الله يعيد علينا وعليكم وعلى الحاضرين وعلى السامعين بركاتهم وسرورهم وعليهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أن الله يقضي الحاجات حاجة الدنيا والميسرة حاجة الآخرة بالمغفرة وارزقنا وإياكم الصحة العافية مع العافية صلاح العاقبة على هدينا وارزقنا وإياكم الاستقامة على هدينا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن صحابتي أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بجنبك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير سراج المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب
أحتسب ولا أدري بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي. Monggo disebut hajatnya masing-masing, diawali alhamdulillah, diawali sholawat kanjeng Nabi, diakhiri sholawat. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala alihi ورضاك والجنة آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فاتح له صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن زيد الهبشي وزيد علينا بركاته والسرور المريم والفاتح في دين الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان والواضح برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وأعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي ذكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله تجلى عليه لك بعالم قدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنتهزر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنا من والى صلى الله عليه جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترك في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه حفظ العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا مولا عناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه
مولى عناد خاطرك معنا يا مولى عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا سلامت ليلى مني العقل يا ليلى ارحم القتلى إنني هائم ولها خادم أيها اللئيم خليني مهلا قمت بالعتاب ولزمت الباب قلت للبواب هل ترى وصلا حبها مكنون في الحاشا محزون أيها المغبون قم بها ذلا يا مولى عناد خاطرك معنا يا مولى عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا لي يا صاح مهروها الأرواح كم محب راه يعشق القتلى يا قاتل النوم أين رحت اليوم فشراب القوم هيام العقل قمت بالأغلاس وشربت الكاس طابت الأنفاس بالحبيب وصلا تبكى من قد طاب في حمى الأحباب والزام الآداب لا تغب أصلا يا مولى عناد خاطرك معنا يا مولى عناد
إني حبكم فني فاصفحوا عني وارحموا فضلا أيها العاشق إن تكن صديق للسوى فريق ونام الوصلا ذكركم يحلو وكذا يعلو عنه لا أسلو ضدت لا أسلى ذكركم يحلو وكذا يعلو عنه لا أسلو ضدت لا أسلى يا مولا عناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا مدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي عتبة يا جيران جلوا في كثيب الخير قد حلوا غيثهم طول المدى وبلوا غوثهم يدرك في الحال غارة يا شيخ في عينات يا كثير الفخر والأسياد يا عظيم الفضل والجهات يا كبير المنصب العالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المدد
ونادي في الجبال السم بالذي فوق العدا يدكم فخرنا بن سالم الوالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا علي القدر المدد يا دين سكن عناد المدد يا المنصب العالي قل له أدركنا وسم في القوم من تريم الخير لم السوء وبأهل النهر نعم القوم كلهم في صفك العالي يا عينات الدرب في الحال أسرعوا من قبل كشف الحال واهدكم من كادنا في الحال بادر العذاب ينكالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا علي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي يا عالم السر والنجوى يا عميم الفضل والجدوى هب لنا الإحسان والعفو واغفر الزلات في الحال واصرف آفات البلاء منا وامحو آثار العدا عنا تتصل عناد بالغنى يجردون الخصم والقالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا علي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي ربي وفقنا لكل الخير وأدر أرزاقنا والمير مثل ما ترزق ما صدق إنك المتفضل الوالي وزرق الأوطان بالرحمة والرضا والخير والنعمة لم تزل الأثمار في زحمة سائل في إثر سيالي والهداية تشمل الأولاد يعشقون العلم والأوراد ويحيد حسنا لذات يوم قالوا الدين سنقالي المدد يا أبا بكر المدد يا
القدر المدد يدي سكن عناد المدد يا المنصب العالي العوافي تسكن الأبدان والحواس الكل والأذهان ربي يا حنان يا منان المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani ila an qala. Lanjutkan pengajian yang sebelumnya, kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah. Kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad sampai ke pembahasan Cepon Habib Abdul Haddad. Pada pembahasan kali ini, ammal ilm bi kaifiyati fi'li syai' al-wajib fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi. Kemarin diterangkan bahwasanya semua kelakuan nikah harus ada dasar ilmunya. Kelakuan sehingga ono dasar ilmune akehan salai timbang bendere. Kelakuan sing didasari ilmu ae akeh salane apa maneh sing gak ono ilmune. Adapun ilmu-ilmu nikah para hadirin diterangkan di sini bahwasanya ilmu yang harus diketahui tentang tata cara mengerjakan perkara wajib akan menjadi wajib belajarnya, belajari wajib lek sampean kate ngelakoni. Misalnya faman balagha aw aslam fi syahril muharram mathalan kana al wajib alaih fawran an yata'allam ma'na syahadatain wa yantiq bihima. Misalnya beda orang ki urung masuk Islam, maka yang wajib harus segera dia pelajari berkaitan dengan keislaman, bejeng, puasa dan lain semacamnya. Sampean odi segomek tahun oleh door prize haji, wajib belajar ilmunya haji sampean. Sampai Islam mulai kene monduk berapa tahun tidak wajib sampai belajar ilmunya haji, karena sampai tidak mau ngelakoni. Belajar tidak popo, tapi sampai tidak kata ngelakoni. Kapan wajib? Lek sampai kata ngelakoni haji harus wajib. Belajar ilmu haji tidak wajib aslinya, karena sampai tidak semuanya bisa mengerjakan, kecuali sampai wis kata ngelakoni wajib. Kabin dia sunnah. Tapi sampean wajib belajar urusan kabin dia pun sampean kabin dah. Kabin situng 2 utawa telok, paham? Kabin situng 2 utawa telok. Habib Taufik misalnya. Kabin boleh. Wajib belajar cara kabin boleh jadi rumah, tak pokok kabin. Sampean mau umroh, wajib belajar ilmunya umroh. Itu kan umroh ini sunat. Yang kedua, yang ketiga, tak kok salah. Ibadahnya sampean. Soal ibadah nih kabar mau tak tepak.
bojone sampean oleh genjeren akhir oleh murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu zakat dan lain semacamnya. Ilmunya zakat setiap tahun terulang, ben pasaan setiap tahun berulang. Sampean harus tahu apa saja ilmunya. Yang paling wajib dipelajari ilmu bejeng, karena bejeng sebenarnya. Nah ini wajib. Minal wajib alaih an ya'rif wujub shaum, zakat, hajj wa ghairiha minal wajibat al-ainiyah. Dan juga wajib sampai mengetahui urusan haram-haram itu apa. Haram-haram yang diharamkan oleh Allah itu apa saja, wajib mengetahui. Zina dan lain semacamnya, riba dan lain semacamnya, membunuh orang. Benar belajar materi, belajar hukum, benar belajar ngelakonan, belajar hukum. Jadi itu wajib. Walakin la yajibu alaihi an yata'allam kafiyatus siyam wal hajj illa inda maji'i Ramadan wa iradatil hajj wa ghairihima fa yughashu dzalika. Begitu juga apa saja intinya dari pembahasan paragraf ini, apa yang sampean mau kerjakan urusan ibadah itu sampean kudu ngerti dhisik ilmune kudu ngerti dhisik. Opo ae? Ibadah sunnah, fardu dan lain semacamnya. Karena banyak orang puasa tak oleh genjeren, oleh haus tok, oleh erjeng tok. Keluar dari Ramadan bojone seporah dosa banyak, bojone dosane banyak seporah, bojone oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, itik minan nar, dibebaskan dari api neraka. Beda orang dia pasah 30 hari puasa full, tapi keluar dari Ramadan dia dicatat jadi penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nototen pasaan, keluar dari pasaan ternyata malah nggak oleh pembebasan dari neraka, malah dicatat dia ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi itu pernah doa. Suatu ketika Kanjeng Nabi ini pernah doa, Nabi ini ongke ke mimbar kan beda 3, undakan beda telok tingkat. Ongke pertama amin, ongke kedua amin, ongke ketiga amin cepon Kanjeng Nabi. Naik tingkat pertama, munggah yang undaan pertama itu amin jadi Kanjeng Nabi. Munggah yang undakan sing kedua Nabi ngomong amin. Munggah yang undakan sing ketiga Nabi ngomong amin. Ini mau khutbah, mari bejeng sahabat tanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kenapa sampean kok amin 3 kali tadi? Munggah tangga yang pertama amin, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Iya, saya tadi didatangi Jibril. Aku mang ditekani Jibril jadi Kanjeng Nabi. Gelek engkau datengin Jibril aduh telo perkara. Doa 3 hal Jibril, baca doa di hadapan saya 3 hal. Apa? Yang pertama, man adraka Ramadan, siapa orang yang nututi masuk bulan Ramadan falam yufarlah, tapi dia itu selama Ramadan kok dosane enggak disepuro, semoga Allah tidak merahmati dia. Beda orang nototen Ramadan berarti bakal ada. Beda orang yang lepak Ramadan yang tak oleh sepurah, malah dijauhkan dari rahmatnya Allah, dicatat penduduk neraka. Beda berarti nototen Ramadan falam yufar lahu. Ramadan tidak menjadikan dia diampuni oleh Allah. Ramadan tidak menjadikan dia dapat maghfirahnya Allah. Padahal Ramadan nih ibaratnya jualan diskon banyak. Bojone rega 10.000 banting harga jadi 7.000, jadi 5.000, jadi 3.000, lebih dari separuh diskon. Lama tak bisa meleh. Tak bisa orang lihat itu orang yang untung banyak. Kenapa? Amin katanya. Jibril yang doa, Nabi yang ngomong amin. Beda orang nututin Ramadan tapi dia tidak dimaafkan dengan Ramadan itu. Pasah kayak ngerasane noreng terus sebenarnya ini. Inti ngerasani di bulan-bulan istimewa. Inti ngerasani di bulan-bulan yang dimuliakan, di situ dituangkan rahmatnya Allah. Itu akan menjadi kebalikan sampai oleh murkana Allah 2 kali lipat, double. Bojone sepora malah murkain sara bi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kayak sampean sekarang. Sampean setia ngucap patek beda nang ketangi yang kedosa coba mau ngucap patek beda Mekah lain. Dosana lain, balaan lain. Kebiasaan pesoan misalnya pesoan, umroh. Nyaman orang lagi kebiasaan nang ngetela orang
tawaf celeng jorajo sampai keneng tempak patenya Masjidil Haram lain tuh sana saya enggak belet lain saya enggak jangkrik jancuk misalnya jancukan sampean edina bi kenengan saya molje bitu setia kaki ngocak jancuk ping 100 luar terus neng ke masjid lebu ke dalam iktikaf jadi bit 10 menit tuh ngosak jancuk we 10 ya jancuk lain lah rasanya lain. Jadi seperti itu. Nah itu seperti itu juga dosa yang sampean kerjakan di bulan-bulan mulia, waktu-waktu mulia, maka lain afatnya, efeknya, akibatnya lain. Sampean sadar atau tidak sadar? Sampai satu aulia ngocak, situ ulama ngocak. Kalau ente merasakan kesulitan dalam hidupmu, padahal kamu sholat. Sampean ngerasa lagi sulit dalam hidup, padahal sampean bojeng. Rezeki mak melarat, padahal bojeng. Ya lako gena, itang bineh bojeng, tang anak bojeng congok. Bede kecubaan saya kelakonan sampean yang sampean ndak anggap itu kejelekan, sampean biasa. Yang kep tak tusah, yang kep tak ada sebab apa, yang kep tidak ada efeknya. Nah itu coba cek. Pola sampean apa esoan, pola sampean ngerasain orang, pola sampean beci ke situ orang, beda orang lebet, tadi salah tadi apa? Lawanan rap. Lebut masjid, padahal masjid ada orang, ada acara, ada sepeh, sampai toju ibungkon, beda orang lebut bentar, lawanan rapa, lebutnya masjid, lawanan tadi ada, apa salah nah, misalnya, memberi orang ngaji dia ngebut lain, tidak punya akhlak, ada orang sholat ngebut, tadi akhlak, rasanya tak apa orang aja, kocain coba tak apa, soalnya tidak punya akhlak, kalau nggak ada apa-apa malam inti duduk di rumahnya, beda orang, lebut masjid lawanan apa tadi akhlak tak sampean salah aja paham suatu hal kejelekan yang sampean rasa itu bukan hal jelek tidak ada efeknya oh itu hati-hati cek ada nggak mungkin gara-gara itu makanya seperti itu jadi belajar nih kepada hadirin hal-hal yang wajib dipelajari mengenai urusan wajib sholat dan lain semacamnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi kebaikan perlu dipelajari. Nabi ini seneng apa? Perlu dipelajarin. Pokok engkau lah bejeng. Tak ngurus Nabi seneng sunat ria sunat tak ngurus loh. Teate. Tak bisa. Makanya nggak ada berhentinya orang ngaji itu nggak ono tulisannya, nggak ono catatannya uang oleh semari. Aku semari mondok puluhan tahun iku para hadirin. Nggak penting asli ini mondok puluhan tahun. Sampai puluhan tahun belajar tauhid, puluhan tahun belajar tasawuf, belajar iki. Tapi tidak ngerti urusan-urusan yang perlu, percuma mondok, percuma. Ngaji nih kan, urusan yang paling wajib itu tidak lama belajarnya sholat itu ya apa caranya, tidak butuh setahun, tidak butuh sebulan 2 bulan beres. Nyari orang saya gena, saya ngerti, ada rumah bojeng dia, ada rumah wudhu dia, yang berkaitan dengan wajibnya sampean sholat dan lain semacamnya. Derma wudhu sejam 2 jam mare laku ngaji boleh itu urus puluhan tahun percuma puluhan tahun tidak bisa mengajari sampean memperbagus amal-amal yang wajib bagi sampean percuma mondok percuma bidabit ngaji sejam seminggu tok ngaji setiap jamnya ngaji 1 jam sehari urusan sholat sampai sampean ngerti banget ya apa caranya sholat, rukun-rukune, wudhu sing gena ya apa. Wudhu wajib karena apa? Berkaitan dengan sholat. Wudhu wajib. Wudhu ini jadi wajib yang sangat wajib gara-gara kaitannya mbek sholat. Di antara syarat sahih sholat. Di jobone sholat ndak ada urusan wudhu itu. Nah seperti itu. Yang megang Quran haram lek sampean ndak duwe wudhu, maka wudhu wajib, maka hukumnya wudhu jadi mulia gara-gara ada kewajiban yang harus disempurnakan. Jadi seperti itu. Naam wala yakfi illa an yatalaqi jami'a dzalika min alimin yahsyallah wa yadinu bil haq. Lah ini yang perlu, ini sangat perlu. Ngaji iku apik, penting ngaji nih para hadirin. King saya lebih pentingin boleh ngaji ke siapa? Saya lebih pentingin boleh ngaji ke siapa sampean? Tak pokok Habib, tak pokok Kiai, tak pokok Ustad. Beda orang yang sampai nih kalau ikhlas lillahi ta'ala. Guru tak tepak, lebukan neraka sampai. Ajarin tak tepak, ya ajarin boji.
diajari benci. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal apa puluhan kitab, ndak giring sampean yang oleh ridhone pangeran, ndak kira oleh ridhone pangeran sampean. Oh ini puluhan tahun monduk Mekah, bener monduk boleh, mau ramok Mekah lah. Toju Mekah abid suara. Sampai gujenggu, sampai obonon, mari dari Mekah ngale ke Madinah. Puluhan tahun, mari dia ngale ke Yaman puluhan tahun. Kitab jo bener kun karo hafal. Bilek kolek ini kakak ini petade kapi misalnya. Tak yakhsyallah, ndak ada khosyah, ndak iso ngarai sampean tambah wedi yang pangeran, ndak iso ngarai sampean tambah kangen yang Kanjeng Nabi, enggak ono nur. Hatinya enggak ada nurnya. Enggak ada barokahnya, kalau bahasa gampangnya enggak ada barokahnya. Ndak iso, tak kira tepak ilmu nih sampean. Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab nih, pengarang Rotibul Haddad nih, alim, masya Allah. Alim, Sultanul Aulia sebidik tahun, 30 tahun atau sebidik tahun. Jadi Sultanul Aulia, tidak ada wali yang kayak Habib Abdul Haddad. Jadi Sultan Aulia, rajanya wali 60 tahun. Tidak nanggung-nanggung, 60 tahun. Raja wali, jadi rajanya wali di zamannya. Neka ngocak apa? Aduh, fawa asafi. In mittu min qabli an ara wujuhan alaih nuru ilmin wa khasyati. Fawa asafi, cek rugi ini aku iki. In mittu lamono aku iki mati min qabli an ara sakdurunge aku iki ketemu wujuh wajah-wajahnya orang alaihi nuru ilmin yang terpancar dari wajah itu cahayanya ilmu wa khasyati dan ketakutan, rasa takut kepada Allah. Lek aku sampai mati ndak ketemu uang soleh sehingga cedeknya pangeran, rugi aku. Aku terus tak tahu jadi wali, ngomong rugi. Jadi sampean kalau ngeserengean, ring ketangi ngeserengean, bodoh siapa? Bodoh pengajian hall Habib Muhsin, hall siapa? Siapa yang ceramah? Kok tahu kok mari nyongok tahun beri jo kiai, mari datang tahun beri Habib bro misalnya. Inilah nyongok YouTube, jangan ngereme lagi. Imam Haddad ki pingin aku ki cedeknya wong soleh terus ya apa sekiranya aku mati kok sadurunge mati aku ki sering kumpul mbek wong soleh. Ki Habib Abdullah Haddad sebidak tahun dadi beli pengarang rotib ya apa kon. Ojo kan sebidak tahun sak dino dadi wali misalnya terus mati wis ya apa barokahe wali min auliyaillah. Ria boleh sebidak tahun. Di antara kesenengan apa kok terus mau mbek orang soleh sadurung mate ngaji ning penting makan atem moria penting. Tak cukupnya kiai saya tepak, tak cukupnya ustadz saya tepak, habib saya tepak, tak cukup nyari congok sana tah guru saya gena. Wala yakfihi makanya enggak cukup illa an yatalagi kecuali sampai kudu ngaji langsung dari alim, dari orang yang alim yakhsyallah yang takut kepada Allah wa yadinu bil haq dan dia itu beragama dengan agama saya tepak agamoi. Ono wong alim ndak tepak agamoi. Ono contoh alim sudah terkenal, alim anaknya orang alim. Tapi yadinu bil haqqi ini penting. Yadinu beragama atau dia tuh amanah menjaga kebenaran agama ini. Apa contohnya? Akhlaki tepak, paradin akhlaki tepak, amanah. Tertanam pada dirinya amanah, tertanam pada dirinya khosyah, wedi yang pangeran akhlak, itu penting. Saiki boleh akeh wong alim tapi ndak tepak. Oke, alim, tapi ndak ono khosyah, ndak ono akhlake Kanjeng Nabi, alim, akaosan tok celanaan. Tak salah, tapi apa? Mayadin bil haq. Wirasahnya itu Nabi ini mewariskan kepada sahabat itu dijaga ilmu, itu turun temurun. Ndak ono sahabatku biyen wis kaosan, ndak ono berarti. Ngajur kalau nang tenangan misalkan kok rokokan, ndak salah, ndak dosa, ndak ono peraturan nih wajib ngene lek ngajar, wajib ngene ndak, tapi akhlake ya apa? Paham ini? Nah ini penting. Nggak pokok alim, nggak pokok anu, tapi telok ya apa guru nih. Oh dia itu muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil masya Allah akhlaknya gini kalau ngajar, muridnya gini, lek ngajar gena, gaya kelambi gena, gaya surban, gaya minyak wangi, ngajar lo celokan, lebus misalnya. Aduh saya songo ta melengker dia, wah bes geram bes rambon, ngaji kejerengkong bayar apa ya? Takte, jadi itu. Nah, ini penting, ini akhlak. Kita itu diajarkan oleh salafun soleh, oleh guru sing ini. Kemarin diterangkan sama Habib Abdul Haddad di depan itu alim, yang warok, sing zuhud, ndak seneng dunyo,
sing ngajak sampean eling terus nyang pangeran, sing ngajak sampean eling terus nyang Kanjeng Nabi. Ini ciri-cirinya ulama yang perlu sampean ikuti. Alim tapi mayadinu bil haq. Beda halnya di luar waktu, di luar waktunya taklim, di luar waktunya semestinya. Lek ngaji gena, dek jopo ojo urusan. Makanya sampean kalau ngelihat ulama itu begini, ojo sampean nilai ulama itu harus mulia terus enggak berarti. Mun bejana santai-santai. Mereka tahu akhlaknya gimana. Akhlaknya saya kalau mau ngajar kudu kelambian gena, kudu menemas kelambi bing serumbing, lo celok, bau tak mandi bau. Nah ini ndak amanah namanya. Ndak jogo amanah kemuliaan ilmu. Di luar itu apa katanya mereka? Jungkir balik, saya main, terserah mereka. Karena di luar itu bebas. Jangan sampai tuntut. Memang orang alim, orang yang punya ilmu, yang wirathah, yang bergerak ustadz atau kiai, itu memang harus menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Itu akhlak, itu tuntutannya mereka, bukan tuntutannya ente. Tuntutannya ente harus husnudzon sama mereka. Mereka itu dituntut untuk menjaga harga diri. Tapi di luar kewajibannya mereka, apa kata mereka? Mereka sama kayak kamu, podo menungsoe. Ya butuh istirahat, butuh santai. Ajo pas polan, wah, kiai can puluhan tahun bodo Mekah. Yang monjuk toju ibu kon kalau kausan tok kelen ketelak misalnya. Aduh, udah remah. Ngopi toju dia mak mantes misalnya. Udah remah akhlak. Itu di luar kewajibannya mereka. Dan akhlaknya ente harus husnudzon. Duduk kon nuntut kon kudu apik terus. Nah, bodo menungsone bek kon. Mun sampean nuntut, kalau sampean nuntut gitu terus, suatu ketika mon kakek ngeding jua kiai akan to elang ilmu nala. Bu akan to kiai, bu bener malaikat ya. Cuman mereka akhlaknya harus jaga muru'ah. Tapi di luar kewajiban, di luar ngajar, di luar ibadah, di luar sholat, apa kata mereka? Bebas, podo menungsoe bek kon mulai. Akhlaknya inti husnudzon, akhlaknya mereka harus menjaga muru'ahnya. Tapi mereka tidak tertuntut atau enggak harus meloi omongannya menungso. Mulai wis mari belajarnya Mekah, golek lede umay kudu kelambian terus, jubahan terus. Ya ndak dikit mon be orang kocak dorem macam dari Mekah. Mata surbanan, tak kudu norok colokan orang, paham? Colokan sampean kudu ijege. Lah itu. Udah remah. Wah, dari Mekah rokokan ya barokan misal pada rokok. Tak remah, tak pantas kan pantas. Mereka itu kalau mau ngaji masih bawa siwak. Kon sing ngerasani dak remah ya rokokan anak. Kakek sing ngerasani belum tentu mau ngaji nyambi siwak. Mun ustaz-ustaz congok nyambi siwak ki bagusun mereka timbang sampean. Oh, itu enggak jua. Nah, itu pahamnya? Ya. Itu alim yakhsyallah wa yadinu bil haqqi, terus menjaga agamanya dengan genah. Karena apa? Karena apa? Wal ammah tuhti wa tusib. Karena orang ini mon sampean norok sekarep orang, lah pokok kiai, pokok santri, pokok habib etorok misal, pokok ustad etorok. Bisa jadi karena orang ini secara umum perhatiin bodese bener, bodese salah. Bodese bener, bodese salah. Tak kebi bener, polan Habib pas bener kebi enggak. Banyak ki ya bode ki ya Habib jadi tambang kiai tak tepak banyak ki. Tak kebi kudu itu orang. Jua tang kiai, anan tang kiai. Gendeng apa kun gendeng mon tak ajar berarti. Mon tak ajar makilah anak siapa mon tak ajar tak penter. Ilmu dia nurun, ilmu itu cahaya bene noron, paham? Ilmu dia nur bene noron. Kalau anak ustad, anak siapa mau anak kau tuh pinter, ada beda cerita to, film beda, anak siapa sakteria beda film, nah juga. Fa'iyya ka'antaf al-ma yaf'alunuhu wa tatruk ma yatrukunuhu iktidaan bihim. Jangan sampai ente itu mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu norok orang umum. Boleh ketela jua santre pola bener. Enggak. Congok ada beda sih tak bener. Karena apa? Al-iktida la yasihu illa bil ulama al-amilin. Karena ente meniru atau mencontoh seseorang itu enggak sah, enggak boleh kecuali ente melihat mereka itu yang punya ilmu yang ngamalkan. Saya gena, saya tahu ongku dari kitab. On karo noroan aja. On karo noroan aja. Akhirnya sampean bejene selamat, akhirnya moro sampean tak selamat gara-gara rok norok. Monorok Kanjeng Nabi huru tepak. Monorok Kanjeng Nabi langsung tak bisa. Kudu ngaji ki ya.
Kok noro Kanjeng Nabi, Nabi ring Arya, tak bisa. Ente enggak nututi Kanjeng Nabi, tak pernah mimpi Kanjeng Nabi, mimpi kun karo sedetik, 2 detik langsung saya mimpi Kanjeng Nabi. Saya langsung ngikuti Kanjeng Nabi, tak ada apa benar ya sampean. Jadi seperti itu. Tidak bisa. La yasihu illa bil ulama al-amilin. Siapa ulama yang amilin itu yang diterangkan sama Abdul Haddad kemarin, yang takut sama yang menjaga sunatnya Kanjeng Nabi. Ulama amilin siapa contohnya? Seperti diterangkan di kemarin-kemarin, ulama amilin itu ulama saya perhatiin ke sunatnya Kanjeng Nabi, perhatiin ke akhlak Kanjeng Nabi, perhatiin ke ilmu Kanjeng Nabi, nyare ilmu saya teyateh, bener ilmu saya gempangan. Ustaz, reda remah hukumah. Oh tak berapa, banyak pendapat aja, tak norok sing Arya. Paham itu? Hukumnya suatu masalah misalkan, dicari sampai ketemu jawaban yang membolehkan, ndak ngikut yang seperti ini. Hukum yang hati-hati. Ustaz, ya apa? Saya masuk masjid misalkan, saya masuk masjid lebaran, ndak remah. Tak apa-apa asli lebaran aja, tak apa-apa. Unjuk orang beg. Selebaran lebu ke masjid dia tak apa-apa aslinya, tapi tidak ikut ulama yang amilin, yang lillahi ta'ala, yang betul-betul lillahi ta'ala, yang gimana? Yang tidak gampangkan hukumnya Allah, yang ada ta'zimnya. Lebaran dari ke masjid, oh cong tak apa-apa aslinya, tapi si beku sarongan cong, tutup cong, aurat si beku tutup, ku jubah, ku gamis, ku sarong, ku kelampi lanceng, mon bojeng dia. Oh cong kalau dengan pas celana tok bi kaosan tak apa-apa, sing penting tak bengkang yang lari ya, bener norok sing ajwa, paham? Ah itu ulama yang amilin, yang akhlak, dijaga akhlaknya Rasulullah, dijaga ilmunya Rasulullah, dijaga kemuliaan agama, dijaga kemuliaannya ilmu. Idza ra'aital alim fi hadzal zaman yaf'al syai'an ayatrukuh mimma yujhal kaunuhu haqqan aw batilan fala taktaf bi mujarrad ru'yatih. Kalau sampai ngelihat seorang ulama, alim, Ustadz, Kiai, Habib tidak mengerjakan sesuatu yang semestinya dikerjakan menurut sampean, dak remah Kiai roh, mata datang perayaan 1 Muharram, kudak bareng kumpul-kumpul di masjid, misalnya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, jangan langsung ente hukumi, tanyakan dulu, tidak boleh langsung menghukum itu, tidak boleh. Tanyakan, kenapa hukumnya Ustadz? Kenapa sampean ini mun bojong Jumat mak tepote terus? Apa? Jangan langsung ditiru. Cari ilmunya supaya sampean itu oleh ya. Langsung nero mun tepak tak apa-apa. Mun urusan misalnya sampean ngetela sapa, mun Jumatan pote, kelampina pote, sarung pote, surbana pote. Apa mak tepote? Lah ini kelihatan bagus, ente tiru tak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang sampai tidak tahu apa alasannya, jangan langsung ditiru. Baik itu mengerjakan atau meninggalkan, lebih baik tanyakan dulu. Kenapa? Udah ikut bareng acara Isra Mi'raj di masjid, kenapa? Mak beda bungkon, mak keluar sampai mata norok dateng acara Isra Mi'raj di masjid, apa misalnya? Cek langsung norok nero sampai tahun ada norok. Apa kita norok Isra Mi'raj di masjid? Kok norok juga? Gendeng bita-bita sampai. Tanya lagi kada apa alasannya, kenapa sampean kau tidak mengerjakan ini, kenapa sampean kau tidak melakukan ini, tanyakan dulu. Kayak kemarin rame-rame corona, apa Ustadz Ramadan ke masjid, apa kun karo corona, ini orang ngapolong banyak tak apa ya, tak ada saya materi ya, misalnya. Beda Ustadz kan di desa-desa itu ada yang nggak ke masjid, sholat sendiri di rumahnya Jumat. Mengikuti apa yang sudah rame, kaul yang kemarin rame, ada yang tetap ke masjid aja. Ente apa yo, langsung apa langsung ngerasain salah sampean, karena mereka tahu urusannya, tahu dalilnya, tahu alasannya. Sampean pas norok atau sampean ngerasane tok. Sampean kalau urusan ngerasane tok sampean sedosa dikit. Tanyakan dulu, Beb, kok ngene Beb? Beb, kok ndak poso? Beb, kok poso iki? Tak konono. Sehingga sampai akan tahu, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab, matur muga barokah, manfaat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
فحين قرب أوان وطء هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اقربوا يا أهل المساني فهزاروا اليمن والراد واستضيئوا بجمال الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد
مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليه ربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبنا بوجوده المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا تواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلاة الله تعشى أشرف الرسل
محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشاها من الفيضات الغامرة. أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكي كوسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لا ندمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وهم ببركته والشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة. اكشف اللهم قربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا
المسلمين والمؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله.